هذا الثوب الكويتي الأصيل. كل اللي تشوفونه الآن بالمتاحف مو لأن الكويتية ما تلبس أحمر وأخضر، كله أسود، وبالصيف يلبسون ثوب أبيض ململ أبيض، حتى بالعزاء ما يلبسون أسود، ثوب أبيض. باللي داخل مفاجأة. شنو المفاجأة؟ راح تشوفونها الحين. لا أشكر مركز البحار على عمل هذه الاحتفالية بيوم البحار، ويابا بنت الناخذة. شفتك اخذت الصورة واعطيتها حق الاستاذة لولوى. اي نعم. قلت لها وقعي لي شنو سر هالصورة؟ الصورة حصلناها من مزاد في لندن حق زيارة ام كلثوم 1968 الى الكويت، واحنا ندري ام كلثوم زارت الكويت مرتين 1963 و1968 حق المجهود الحربي، وسوت حفل عودة في سينما الأندلس. طبعا احنا مو لاحقين عليه، ما انولدنا. استاذة الأولى أكدت لي ان هذا، قالت لي هذه الصورة انا مستقبلتها بالمطار وتوها واصل الكويت وانا اللي دعيتها، وانتم قاعد تصورون وياي، قاعد تقولي القصة كاملة كانت. لما انفتحت جامعة الكويت انتقلت إلى كلية البنات، وكان ذاك الوقت ثانوية المرقاب الوحيدة في الكويت، فبناتي بالثانوية هم بناتي في الكلية، فكلهم هذول من مديرة الجامعة فايزة الخرافي إلى كل الكبار هذول كانوا طالبات. اخترنا الأستاذة قديرة لولو القطامي لافتتاح هذا المعرض لدورها الواضح في الحركة النسائية في الكويت والحركة التعليمية. حقيقة لولو القطامي كانت يعني أوائل مديرات في ثانوية المرقاب، ولها دور طبعا في كذلك مربية أجيال وفي كلية البنات، والعديد من يعني الأشياء اللي قامت فيها هذه المرأة الفاضلة. وطبعا كرمتها الجمعية الكويتية للتراث بأن خصصت لها ركن حطينا في ثوبها بس يمكن عام 1960 واصداراتها من الكتب، وكذلك بعض الاشياء المتعلقه فيها مقتنياتها، منها وسام فارس اللي حصلت عليه من جمهوريه فرنسا. هذا الوسام كان نابليون يسلمه لأقدر قائد في جيشه في ذاك الوقت، ولا زال نفس الوسام. وبنفس الوقت في حاجة صغيرة تحطينها على الجاكيت من السافرين إلى فرنسا، فمن الدخلين المطار كل بوليس لازم ياخذ استحية، لأن هذا فارس، فالفارس أعلى رتبة في فرنسا. والله معرض جدا رائع، بما أن الأستاذة لولو القطامي يعني مثال المرأة الكويتية، فخرنا صراحة. وحبيت كلمة هي كاتبتها في مذكرات بنت النوخذة، كاتبة أن أنا ابنة هذا البلد المعطاء، وإحنا نمشي على خطواتها ونردد نفس الجملة ونقول إحنا بنات هذا البلد المعطاء اللي مهما عطينا هالديرة الكويت ما نوفيها حقها. أنا كنت مدعوة من الأستاذ صالح بخصوص المتحف، وقاعدة أشوف فيه أشياء وايد حلوة تذكرنا بالكويت أول. كيوم بحار الحقيقة عجبني. والأطفال بعمري يجون هني ويستانسون. كل شيء مال أول حلو، هذا اللي أقدر أقول لك إياه. زرقاق، جبن، زعتر، بيض، حلوم، كاكاو، قشطة وعسل، مهياوة، مثل في رهش. وايد لذيذ صراحة. كان وايد كبير. تعالوا راح تلقون كل أكل، في خبز رقاق، في نخي، باجي كل شيء فيه. البحر حيل حلو.